السلام عليكم ورحمه الله. بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ واش راكم مبروكه؟ اليوم البنات غادي نقدم لكم كيكاز ديال تطوان. شوفوا معايا المقادير. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا زلافه ديال الزيت، ما يعادل 3 الكيسان ديال العنبه، وعندي 6 ديال البيضات، وعندي 3 الكيسان ديال السكر ديال العنبه، عندي 2 الفاني خميره والجنجلان السمسم والدقيق على حسب الخليط. نبداو على بركه الله. من بعد البنات ما كبيت البيضات والسكر غادي نخلطهم مزيان. عاد غادي نزيد الزيت. بسم الله. من بعد ما دار لينا السكر البنات غادي نبداو نزيدو الزيت شويه بشويه حنا كنخدمو. من بعد ما خلطت الخليط ديالي كامل غادي نكب الجنجلان، غادي نزيدو البنات القشره ديال الحامض 8 معلقه. انا نسيت ما قلت لكمش في الاول. غادي نكبو الفاني ديالنا، الدقيق غادي نبداو نخلطوه. انا هنا غنخدم يدي. بسم الله. وغادي نزيد الخميره ونخلط. بسم الله على بركه الله. العجينه ديالو البنات خصها تجي معوطه، ما قاصحه ما خفيفه، ما قاصحه ما ثقيله باش كتخرج من الماكينه. هاد الكيكاس هذا اللي بغاو كيعجبو كيجي غزال. نزيد الطحين. انا كنخلط وانا كنكب الطحين حتى كيتجمع لي. وهذه هي العجينه ديالي، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رطبه البنات. كنبداو على بركه الله. بسم الله. والقياس على حسب كل واحد قداش كيبغي يعمل الكيكس ديالو. انا كنعدلو هكا وغادي نستمر هكا البنات تنسالي ونوري لكم الطريقه النهائيه ديالو. بقاو معايا. من بعد ما عمرت الصواني ديالي كيخرج لي هاد الكميه هادي. عملت 3 ديال الصواني بهذا كيكس طويل، وهذا كيكس عملته على دبيورات بهذا المرشم هذا البنات. هذه النص ديال العجينه ونص العجينه اخرى باقيه لي، حيت الصواني ما كفاونيش. ملي غادي نطيب هاد الحلوه هذه غادي نكمل هاد العجينه. وبقاو معايا الطريقه النهائيه. وها هو البنات كيكس ديالي كيجي محمر ومقرمل البنات. نتمنى تجربوه كيخرج تبارك الله الخير. انا باقا خليته حتى يبرد، عاد غادي نعملوه بواطه. شوفوا كيف كيجي البنات، كيجي مقرمل غزال. نتمنى تجربوه البنات وبالصحه والراحه، وعيدكم مبارك ودعيدوا بالصحه والهنا وبطويل العمر ان شاء الله، ويفرحكم ربي بوليداتكم البنات. وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم.